هي ضربة قاسية تلقاها حزب الله باستهداف موكب للمقاتلين في منطقة القنيطرة السورية الواقعة ضمن مثلث الحدود المعقدة بين لبنان وفلسطين المحتلة وسوريا. وبحسب حزب الله فإن القصف الصاروخي للمجموعة حصل في خلال تفقد ميداني لبلدة مزرعة الأمل في القنيطرة، حيث لا وجود لحزب الله في منطقة الجولان، كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته التلفزيونية الأخيرة. فماذا يعني وجود هذه المجموعة في تلك المنطقة؟ وهل هي دليل على حرب قريبة على جبهة القنيطرة؟ أنا اللي بتصوره أنه الجيش السوري عندما يرى أنه انتهت، يعني مستعد هو وانتهت لعبة أن ندع هؤلاء يسيطروا ويكونوا على القنيطرة، كان عم بيحضر لهجوم ردي ضد هذه المجموعات المسلحة بهالمنطقة. وعرفنا أنه رئيس الأركان السوري زار المنطقة منذ عدة أيام. طيب، أنا بعتقد حزب الله لم ينكر حلفه مع النظام السوري ومساعدته له، خاصة هذه المنطقة متاخمة للبنان. فهذه المجموعة كانت برأيي تقوم بعملية استطلاع. أنا بقول هذه المنطقة بعد ما حقق الجيش السوري إنجازات ميدانية حتما حطتها لكي يقوم بما يسمى كونتر أتاك أو هجوم ردي على هذه المجموعات، وحزب الله بده يسانده حتما. وإذا كانت إسرائيل لا تتوانى عن استغلال أي فرصة متاحة لاستهداف عناصر وقيادات من حزب الله، فلهذه العملية في توقيتها أكثر من دلالة. إسرائيل لا ما عندها حدود، وكلها هيدي بتتعلق مثل ما قلنا مكاسب سياسية لتتجير الانتخابات. يضاف إلى هالشيء التوقيت المهم. اليوم في مفاوضات بين إيران وأمريكا، وكل المؤشرات بتقول ستنجح إن شاء الله بين إيران و5+1. إسرائيل كانت عم تخرب هذه المفاوضات. قبل أيام قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أهدافا عدة في سوريا خلال السنوات الأخيرة هي استهداف لمحور المقاومة، ورد عليها أمر مفتوح قد يحصل في أي وقت. ما حدا عنده التزام أن الاعتداءات على سوريا قد تبقى بدون رد. أما السؤال المطروح فهل سيرد حزب الله على هذه العملية؟ حزب الله في صدد دراسة كيفية الرد وأين سيكون. بس أنا بعتقد على أنه سيكون الرد ياخذ وقت، مش بالضرورة على السخن، على البارد أفضل. وبده يكون الرد موجع، مش حرب، مش فتح الجبهة. وبتصور أنا في أغلب الظن أنه حزب الله لن يقوم بالرد من الحدود الجنوبية. هل يكون اعتداء القنيطرة انذارا بمواجهة محتملة متعددة الأطراف من الجيش السوري وحزب الله ضد المجموعات المسلحة وإسرائيل؟ وهل ستبقى آثارها بعيدة من الحدود اللبنانية؟